السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ شو اخباركم؟ صحة وسلامة ان شاء الله. يا رب الامن والامان يحفظكم ويخليكم لعوائلكم. اليوم حبيت وياكم اسوي ماسك للشعر المتضرر. تعرفون، احنا النساء اغلبنا سحب لون ميش. فهذا الغذاء مع شعرها كله راح يطلع. فاليوم حبيت اسوي وياكم ماسك. طبعا اني جربته، عن جد يخبل كلش حلو. اللي هو من زبد، آه اي زبد إن كان، يعني ما احدد لك نوعيه واقول لك نوعيه كذا وكذا. اي نوعيه تاخذين، يعني مقدار نقول، شو اقول، يعني مقدار اصبع من القالب، اصبع واحد من القالب تقصيه وتخليه. بعد ما يموع، طبعا اني خالته شويه على درجه حراره الغرفه. الزبد هنا عندنا. اي كريم حمام زيت شعر انتي عندك. ليش اخلي الكريم حمام زيت الشعر؟ حتى في سبيل يحسن لي من الريحه مالت الزبد. شويه الزبد بنوع ما ريحه، يعني شويه بزفاره. تمام. اضافه الى بذور الشيا. بذور الشيا طبعا فشي رهيب. تاخذين ملعقة شاي وتخليها قبل يوم تبيتيها. باعي اني خليت لها ملعقة شاي تتضاعف حجمها. تقريبا ايش اقول لكم عبرك، حجمها يصير 6 مرات عن الحجم الاصلي. ايش حسوي؟ اخلط المواد وارجع لكم. رجعت وياكم متابعيني بعد ما بدينا نصفي بذور الشيا. طبعا على فكرة، أحب أوضح لكم فد فقرة، إنه اللي عند العشابين بعض ما يعرفها بذور الشيا، تقولوا له أقطونية. تمام. اسمها أقطونية أو إقطونية، عندنا بالعراق نسميها إقطونية. بلادنا بالوطن العربي يصحولها بذور الشيا، بعد ما أعرف شو يسموها. البعض يسموها هي القطونية، أو ما تسمى بالقطونية عند العشابين. طبعا في الشي، طبعا أغلب مستحضرات التجميل، أغلب الشامبوهات تكون بيها بذور الشيا. طبعا بيها كولاجين، فالشي يعيد حيوية الشعر ويعيد نشاطه. لأن مثل ما قلت لكم، الشعر كثر سحب اللون وكثر الميش راح يتضرر ويتقصف، وتبدي الشعراية تهر وتوقع. فاحنا نحاول باشياء متوفرة عندنا بالبيت نسويها، وان شاء الله اكمل وصفتنا وارجع لكم. رجعت وياكم متابعيني بعد ما صفينا المادة مال بذور الشيا. طبعا شوفوها، عبارة عن كولاجين، مادة كلش يعني تحسيها مغذية للشعر. اخلطها ويا الماسك واجيكم. رجعت وياكم متابعيني بعد ما كملنا الخلطة والحمد لله والشكر. كملنا غسلنا الشعر. طبعا ما شاء الله يخبل الماسك. بس نصيحة بنات، نصيحة أنصح نفسي وأنصحكم: بعد كل سحب شعر، بعد كل صبغ، سووا جلسة معالج. قدرتوا تسوون بالصالون سووها، ما قدرتوا حتى لو بالمواد المتوفرة بالبيت، حتى لو انتوا تجيبون المادة. المهم نغذي الشعراية، نرجع الغذاء المفقود اللي فقدته الشعراية بالسحب. هذا أكسجين وشغلات، يعني هذا كله يتعب الشعر. تمام يعني. فلازم بعد كل صبغ أو كل سحب او كل يعني ميش، لازم نسوي جلسة معالج للشعر. وان شاء الله يا ربي صحة وعافية، وان شاء الله توفيق للجميع. ارجع واقول لكم: المرأة تاجها شعرها. حاولوا تهتمون بشعركم وبصحتكم، ويا ربي الصحة للجميع بحق محمد وآل بيت محمد.
رجعت وياكم متابعيني بعد ما كملنا خلط حمام الكريم. طبعا وقعت بيه كم حبة، عادي ماكو مشكلة. نخلطه ونكمله. نقسم الشعر 4 أقسام أو 6 أقسام. نخليه على الشعر ونلفه بالكاب أو كيس نايلون. طبعا أنا عندي هاي الكابات، تمام، كلش حلوة وسهلة يعني بالاستعمال. تخليه مدة نصف ساعة أو 3/4 ساعة وتغسليه. وإن شاء الله يا ربي التوفيق للجميع بحق محمد وآل بيت محمد. لا تنسوني من صالح دعاكم. أم حمودي من قناة على خطى أهل البيت. وياكم متابعيني بعد ما كملنا حمام الكريم وهذا صار قوامه. طبعا شوية عندي وقعت من البذور قد ما صفيتها، طبعا عادي ماكو مشكلة. نحضر الكاب مالتنا أو أي كيس نايلون في سبيل انه تتغلغل المادة للشعراية. طبعا المادة نخليها على الشعر، نقسم الشعر ونخليها على الشعر. عد ما نقسم الشعر ندلكها، ندلك الخصلة بالايد، حتى يعني هاي حراشف الشعراية هي مفتوحة، الشعراية متضررة تعبانة، فتريد شيء اللي يرجع قوامها. وإن شاء الله أكون فدتكم بمعلومة بسيطة، وانتظروني بسلسلة حلوة من الماسكات وبسلسلة حلوة مغذيات للشعر وللبشرة. تحياتي لكم. أم حمودي من قناة على خطى أهل البيت. لا تنسوني من صالح دعائكم. تحياتي لكم.